السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير من أرض الخير ومن أرض العدالة ومن أرض الحق، من دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لمواطن حرض على الزواج من قاصرات في المغرب. نحن تكلمنا عن هذا الفيديو من كم من يوم، وقلنا وابدينا مباشرة عدم الرضا بالفعل مما حدث ويحدث. قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة. وقد كان سعادة النائب العام حفظه الله للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا على غير الحقيقة سماح القوانين المغربية بذلك. وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة. هذه الأخبار منشورة الآن على كل الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الحكم، إنها بلد العدالة والحق وليس أحد فوق القانون.